كل القصه ان انا عندي بواقي زيت ايسن على بواقي زيت موبل، فهخلطهم مع بعض ونعمل غيار. ما اكيد مش هرمي يعني الزيت ده، وبالمره يعني ناخد مميزات الزيت النص تخليقي اللي هو ايسن مع مميزات الزيت المعدني اللي هو موبل. هو الزيت المعدني ليه مميزات؟ اه طبعا، ما اي حاجه في الدنيا لها مميزات وعيوب. لا معاك حق، اقنعتني. فلما نخلطهم على بعض زي ما انت شايف كده، يقوموا يطلعوا لنا بقى ايه، زيت فيه مميزات النص تخليقي والمعدني مع بعض. فالموتور يستفيد طبعا زي فيتامين كده، خدت بالك ازاي؟ فالموتور يستفيد، والف صحه على عيونك يا جميل. موضوع خلط الزيوت على بعضها من المواضيع الشائكه جدا واللي ناس كتير ليها اراء مختلفه فيها، علشان كده قلت ارجع الاول لشركات الزيوت اشوفهم بيقولوا ايه. موبل اول حاجه بتقول in general او عموما oils should be compatible with each other، بيقول ان الزيوت المفروض تكون متوافقه مع بعضها البعض. خدت بالك it should be المفروض. لو بصيت على لوكو مولي هتلاقي جمله مشابهه ليها كده، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هي راحت فين؟ بيقول لك it must be possible، المفروض ان هو يعني يوجد امكانيه لخلط الزيوت. هل انت شايف مبدئيا كده من بدايه الكلمتين ان الكلام ده مؤكد ولا غير مؤكد؟ لا طبعا كلام غير مؤكد. فبيقول المفروض الزيوت تكون متوافقه مع بعضها، وبيقول ان لو خلطنا زيتين على بعض مش هيحصل جيل فورم. يعني ايه؟ ناس كتير بتعتقد ان لما يخلط يعني نوعين زيت على بعض هيتكون جيل داخل الموتور ويسد مسارات الزيت. فموبل بتقول لك لا، هو ده مش هيحصل عموما. وبيقول كمان مش المفروض ان احنا نخلط الزيوت على بعضها كبراكتس او كحاجه عاديه. يعني مش المفروض يكون الطبيعي بتاعك ان انت تخلط مجموعه زيوت على بعضها، لان ده هيؤدي الى عدم ثبات او استقرار الايه الزيت داخل الموتور. فموبل ما اديتكش حل واضح او صريح. يعني هي بتقول لك ان هو ينفع، لان المفروض ان الزيوت تكون متوافقه مع بعضها، ولكن المفروض ان انت ما تعملش ده بشكل عام، لا انت ممكن تعمله بس ساعه الاضطرار. خلينا بقى نشوف لوكو مولي بتقول ايه. لوكو مولي بيقول لك ان المفروض ان الشركات ان الزيوت ينفع تتخلط مع بعضها. خدت بالك؟ بس في حاله ايه بقى؟ في حاله ان الزيت كان ناقص، خدت بالك، وانت عاوز تزود مين؟ وانت عاوز تزود النقص دهوت علشان تمشي نفسك. خدت بالك؟ فبيقول لك ان المفروض ان هم ينفع يتخلطوا مع بعض، وان انت في حاله تزود يعني، ولكن بيقول لك ان جوده الزيت النهائيه هتتاثر سواء بالايجاب او السلب طبقا للزيت اللي انت بتحطه. في ظل زي ما انت شفت كده ان موبل ولوكو مولي متشككين شويه في موضوع خلط الزيوت، وعمال يقول لك ات شود بي بوسيبل ومش عارف ايه، كلام كله اللي هو ايه المفروض، وكلام كله يعني ملوش ماسكه. لقيت شركه المانيه متخصصه في موضوع الزيوت، يمكن كتير منكم يعرفها لكنها مش مشهوره قوي عندنا، بتقول لك لا ده ينفع وينفع كمان. خدت بالك ازاي؟ ولكن بيقول لك يعني المفروض كده لو سمحت يعني راعي لنا شويه شروط علشان الامكانيه دي تبقى كويسه. خدت بالك ازاي؟ بيقول لك ان اول حاجه يكونوا الزيتين مدعومين من مصنع العربيه. يعني ايه؟ يعني مثلا هنجيب شركه زي تويوتا على سبيل المثال، بتتعامل مع موبل وبتتعامل مع شيل، او يعني الاثنين مدعومين عندها. خدت بالك؟ فهنا خلطهم عادي بدون مشكله. لكن يعني مثلا ما تجيبليش جيركن موبل معروف مع جيركن زيت تاني مجهول المصدر والهويه وتخلطهم لي مع بعض. طيب الحاجه الثانيه بيقول لك ان الاثنين يفضل ان هم يكونوا اما معدني او يكونوا تخليقي. يعني ما ينفعش ان انت تجيب ايه؟ ما ينفعش ان انت تجيب معدني تحطه على تخليقي. خدت بالك؟ لا، اخلط 2 معدني او اخلط 2 تخليقي. خدت بالك؟ طيب الحته دي بقى متعارضه تماما مع لوكو مولي. يعني السؤال اللي كان مسؤول اصلا واللي لوكو مولي ردت عليه كان بيقول ايه السؤال؟ بيقول ان هو ينفع اخلط معدني على تخليقي، فلوكو مولي قالت ينفع تخلط معدني على تخليقي. هنا بقى الشركه الالمانيه بتقول عكس الكلام ده، بتقول لك لا، يفضل يكونوا اما الاثنين معدني او الاثنين ايه؟ تخليقي. وده اللي انا بقول لكم عليه، الموضوع ملوش ماسكه واضحه، الموضوع بيخضع للاجتهادات. هتلاقي الناس عكس بعضها، وكمان شركات الزيوت ايه؟ شركات الزيوت عكس بعضها. طيب ايه كمان؟ بيقول لك if possible، يعني لو في امكانيه يكونوا الزيتين ليهم نفس اللزوجه ونفس التصنيف. يعني ايه؟ يعني هجيب زيت توتال 10W40 مع زيت موبل 10W40، فكده الزيتين ليهم نفس الايه؟ نفس اللزوجه. خدت بالك؟ لكن على فكره هم تقريبا ما لهمش نفس التصنيف، فالموضوع صعب جدا. يعني انت عاوزني اجيب لك نفس اللزوجه ونفس التصنيف، طب ايه اللي خليني اعمل كده في يعني وكمان نفس التصنيف؟ فالموضوع صعب جدا جدا، ما اجيب جيركن واحد واحطه واخلص. خدت بالك؟ فيعني ما اعرفش ايه اللي ممكن يخلي شخص يعمل كده في نفسه، يعني يعذب نفسه بالشكل ده. لو في حاله الطوارئ وقدرت ان انت تراعي النقاط اللي هو بيقولها مفيش مشكله، بس حاله الطوارئ عاده مش هيبقى في امكانيه، لانها طوارئ. بص خدت بالك من اسمها طوارئ، فاكيد مفيش امكانيه ان انا اراعي كل النقاط دي، ولكن يعني هو بيقول لك الحاجات دي يفضل ان انت تراعيها. خدت بالك؟ بيقول لك كمان بيقول لك لو المحرك بقى ليه
تصنيفات مختلفه، يعني بيدعم تصنيفات مختلفه ولزوجات مختلفه، خدت بالك ينفع ان انت تخلط. يعني ايه الحته دي بقى؟ خد بالك ايه شائكه للغايه. ليه بقى شائكه للغايه؟ دلوقتي في بعض المحركات بتدعم لزوجه واحده، هنا ما ينفعش تخلط لها. يعني ايه بتدعم لزوجه واحده؟ على العكس طبعا من الكتالوج ده. في شركه هتلاقي مكتوب على غطا الزيت او في الكتالوج ما تستخدمش غير لزوجه 5W30 فقط. هل ينفع تخلط المحرك ده؟ هنا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان هو محدد لزوجه واحده، خدت بالك؟ فكده الموضوع منتهي. طيب موتور زي ده فاتحها على البحري 35 عادي، 45 10 30 10 40 20 50 كله شغال، هنا ينفع ايه؟ ينفع تخلط، خدت بالك؟ يبقى لو المحرك محدد لزوجه واحده بس في الوضع ده ما ينفعش. طب لو محدد مجموعه لزوجات ومجموعه تصنيفات، لا هنا ينفع. طيب في بعض الشركات كمان بتتكلم على قانون بقى للحته دي، يقول لك ايه؟ يعني حاول ان اللزوجات تكون قريبه من بعضها، يعني هات 35 اخلطه ب 10 40 او 10 30، لكن ما تجيبش 35 تحطه على ايه؟ على 20 50. يعني ايه اللي هو خلي عندك دم؟ يعني اخلط مفيش مشكله، ولكن خلي اللزوجات ايه؟ خلي اللزوجات قريبه من بعضها عشان يبقى فيه تجانس الى حد ما. ما تنساش برضو ان انت لما تجيب 35 تحطه على 20 50، فانت بتتكلم على الكولد ستارت او التشغيل الصباحي مثلا، ده ليه بروبرتيز او مواصفات مختلفه تماما عن ده. طيب لما الموتور يسخن، ده ليه مواصفات مختلفه تماما عن ده. فبرضه الصفات الفيزيائيه والكيميائيه وكل شيء للزيوت مختلفه تماما عن بعضها. فانا معاهم برضه في الحته دي، ان انت لو هتخلط هات الدنيا قريبه من بعضها، يعني هات لزوجات قريبه من بعضها عشان الصفات تكون متقاربه. طبعا ده مش معناه ان انا مع الخلط، انا ضد خلط الزيوت، وكتير منكم سالوني وانا قلت يا جماعه انا ضد خلط الزيوت، لكن بما ان السؤال ده بيتكرر فما ينفعش ان انا اضيف رايي فقط على الساحه، لا انا بعرض كل الاراء اللي بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على الجزئيه دي. طيب انا عندي باقي زيت 5W40 خلاص، واخويا بيحط لعربيته 20W50، فهو عنده 2 لتر وانا عندي لتر، ينفع اخلطهم مع بعض واعمل منهم غيار؟ بالنسبه لي انا كيحيى لا، ولكن بما ان انا قلت هعرض كل الاراء، ففي ناس بيقول لك ان انت لو جبت ال 45 حطيتهم على 20 50 يبقى اللزوجه النهائيه ان بتوين، يعني بينهم، يعني هيعتبر كانه زيت 10W40 خلاص. فبالتالي مش هتشغل الزيت ده 10000 كيلو ولا هتشغله مثلا 5000 كيلو، لا هتشغله 7000 كيلو. طبعا من وجهه نظري ان ده يعني هراء، كلام فاضي وانا ما اقبلوش اطلاقا، وهقول لك ليه. ولكن بما ان في راي بيقول كده فلازم نعرضه. الحاجه الثانيه، في بعض الناس بيقول لك ان الخلط ليه نسبه من الاديتيفز، الاضافات بشكل عام، يعني مثلا لوكومولي عامله اضافات جميله او بتتحط على الموتور، او مش عارف شركات كتير عامله اضافات، فبيقول لك نسبه الاضافات دي تبقى قد ايه على الزيت، او نسبه الزيت المضاف من نوع اخر، بيقول لك ما تتعداش 10% خلاص. وفي ناس تانية يقول لك لا حط النص بالنص عادي، فالموضوع ملوش ماسكه زي ما قلت لك. طيب ايه الصح؟ الصح ان انت ما تضيفش الزيت من وجهه نظري انا الا في حاله نقص الزيت فقط. يعني ايه؟ عربيه مثلا بتاكل زيت خلاص، وانا في مشوار بعيد ومفيش النوع اللي انا بستخدمه، يعني هقول مثلا انا بستخدم موبيل او توتال 5W40، وانا دلوقتي مش لاقي 5W40 خلاص، والعربيه زيتها ناقص وانا لازم اكمل مشواري، هجيب زيت زي ما قلنا للزوجه قريبه، يعني اجيب زيت لزوجته قريبه زي 1040 ازود منه، خدت بالك ازاي؟ لحد ما اوصل مشواري، ولما اوصل مشواري انزل الزيت كله خلاص. ده الصح من وجهه نظري. طيب ليه ما ينفعش ان انت تكمل على الزيت المخلوط؟ لان ببساطه شديده الزيوت يا جماعه بتتكون من حاجتين، حاجه اسمها البيز اويل اللي هو الزيت الاساسي او الخامه الاساسيه، وحاجه اسمها الاديتيفز او الاضافات. الاديتيفز دي بيبقى كيميكال اديتيفز او اضافات كيميائيه. طيب لما تخلط انت زيتين على بعض لا يمكن ان انت تتوقع النتيجه النهائيه للخلط، يعني تفاعلاتهم مع بعضهم شكلها ايه محدش يعرف، النتيجه النهائيه شكلها ايه محدش يعرف. لكن اللي كل شركات الزيوت بتاكده او اغلبها ان الخلط هيؤدي الى دمار المحرك على المدى البعيد مش على المدى القصير. يعني مثلا لو رحت الزيت كان ناقص وزودته ورحت غيرت الزيت ونزلته مش هيحصل مشكله، لكن فضلت ان ده السلوك بتاعك وفضلت تعمل كده طول العمر، لا هيؤدي فعلا لدمار المحرك او ما يؤديش، يعني ما حدش عارف حاجه بالاخر. لكن في ناس عامله مواقع فيديوهات كتير على يوتيوب انا شفتها بيقولوا لا ان ده يعني الجنرال براكتس بتاعنا والدنيا ماشيه وما حصلش مشكله، بس انا شخصيا مش مقتنع بده يعني. طيب نيجي بقى لنقطه مهمه، ليه موبيل وشركه زي لوكومولي مش عاوزه تقول صراحه انه ما ينفعش؟ الاجابه بسيطه جدا، لان هم فعلا كلامهم صح. ازاي؟ هو فعلا من المنطقي ان الزيوت تكون متوافقه مع بعضها،
ومن المنطقي ان ينفع خلط الزيوت، ولكن مش كلام عام. الخلط ده ليه نسبه معينه، وهقول لك ليه ما ينفعش يقوله غير كده. دلوقتي انا بستخدم زيت توتال خلاص، وعجبني موبل تصنيفه احسن على سبيل المثال، وهو يا عم اجمل وانا اقتنعت بيه. وموبل كاتبه على الموقع بتاعها ان ما ينفعش نخلط الزيوت على بعضها، وانا عاوز اشفت من توتال لموبل. بعد ما كتبوا الجمله دي، هل انا ينفع اشفت من توتال لموبل؟ لا. يبقى كده موبل ايه؟ خسرت عميل. علشان كده موبل ما ينفعش تقول انه ما ينفعش، ولا ينفع تقول انه ينفع بشكل صريح، فتقول لك ايه؟ it should be possible، يعني هو ايه المفروض يكون في امكانيه. طبعا هي موضوع ماركتنج وايز، فعاوزه تاخد حصه من المنافس، فطبيعي ان هي تقول ان هو ينفع. بالاضافه كمان ان ما فيش حد هيحبسك بالزيت بتاعه طول العمر. يعني انا مثلا بستخدم توتال لو ما فيش امكانيه للاختلاط البسيط بنسبه بسيطه، لان طبعا انت عارف انت لما بتغير الزيت بيظل فيه نسبه زيت بسيطه جوه الموتور، فلو ما فيش اي امكانيه للخلط كان الموضوع هيبقى انتهى. الموضوع ضاع بالنسبه لي، بمعنى ان عمري ما كنت هعرف اشفت من نوع زيت للتاني. خدت بالك ازاي؟ هي دي النقطه اللي بتخلي الشركات ما تقدرش تقول انه ما ينفعش. خدت بالك ازاي؟ ولكن برضه عشان ما تشيلش مسؤوليه بتقول لك كلام عايم كده ما تعرفش تقفشه مظبوط يعني. في النهايه اتمنى من الله الفيديو يكون ممتع ومفيد. الفيديو ده تعبني جدا والله فوق ما تتخيلوا، فربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. نشير الفيديو، ما ننساش ندوس لايك، تبقى فيديوهات هلس والناس دايسه على لايك بعدد كبير، وفيديوهات مفيده زي كده ما حدش بيهتم. فما ننساش ندوس لايك، ما ننساش نشير الفيديو لو قدرنا، لعله يكون يعني ينفع غيرنا. وما ننساش نستمر في الدعاء لاخواتنا، ما ننساش نستمر في شراء المنتجات بتاعتنا، المنتجات المحليه بتاعتنا اللي بتوفر لنا عمله، وفي نفس الوقت تقدر ترد عن نفسك لما ربنا يسالك. وانا شايف المنتجات بتاعتنا المصريه ممتازه جدا جدا، مالكش حجه والله، قريبه جدا جدا من المنتجات الثانيه. في فرق، ولكن الموضوع حتى لو في فرق يا اخي ما ينفعش برضو ان انت تشتري المنتجات بتاعت ولاد اللذينه، عشان تقدر بس ترد عن نفسك زي ما بقولها دايما، وهفضل اقول ان شاء الله. ربنا يعفو عننا جميعا ان شاء الله. السلام عليكم.